السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتعلم طريقة عمل مونتاج ببرنامج كينوماستر بطريقة سهلة جدا. لو انت لسه ما اشتركتش في القناة انزل دلوقتي اشترك في القناة وفعل الجرس ودوس على لايك عشان تقدر تتابعني وتشوف الفيديوهات اللي جاية كتير. ما طولش عليك اكتر من كده، يلا بينا نروح على الشرح. بعد ما بتحمل البرنامج بيبدأ يفتح معاك بالشكل ده. برنامج متوفر على البلاي ستور. هنقرا هنا على مشروع جديد، وهنا بتختار ابعاد الفيديو اللي انت هتشتغل عليه. انا هشتغل على المقاس اللي مختارهولي البرنامج عادي، واجي دايس على كلمة انشاء. بعد كده البرنامج بيفتح معانا بالشكل ده. هنيجي رايحين على كلمة الوسائط. ده الفيديو اللي انا هشتغل عليه. هو الفيديو قصير بس انا هشرح عليه كل حاجة عن المونتاج. هنشغل الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتعلم طريقة عمل مونتاج ببرنامج كينوماستر بطريقة. أنا هنا عاوز أحط شعار كينوماستر في الفيديو. عمل مونتاج ببرنامج كينوماستر زي ما انت شايف كده. عشان أحط الشعار هنيجي رايحين عند مكان ما بقول تعلم المونتاج برنامج كينوماستر. هاجي رايح عند باجي واقف. بعد كده باجي رايح على كلمة طبقة. بعد كده باجي رايح على الوسائط، بختار اللوجو اللي انا هشتغل عليه او شعار كينوماستر اللي انا هشتغل عليه. باجي مصغر حجم او المدة بتاعت الشعار، بصغرها. بعد كده هنا حجم الشعار اللي هو بتاع كينوماستر. لو انت عايز تكبره عايز تصغره براحتك، انا هخليه مثلا الحجم ده كده. بعد كده تيجي راجع تشغل الفيديو. النهارده هنتعلم طريقة عمل مونتاج ببرنامج كينوماستر بطريقة سهلة جدا. زي ما انتم شايفين بيبان في الفيديو عادي، سهلة جدا. لو انت لسه ما اشتركتش في القناة انزل دلوقتي. بعد كده باجي ضايف في الفيديو اللي هو الاشتراك في القناة. برضو بنيجي رايحين على طبقة. بعد ما بنختار الفيديو اللي هو بتاع الاشتراك في القناة، بنيجي مكبرينه على حجم الشاشة بالظبط. بعد كده بنيجي رايحين على مفتاح الصفاء، ونيجي عاملين تمكين ونرجع زي ما انتم شايفين ونشغل. لو انت لسه ما اشتركتش في القناة انزل دلوقتي اشترك في القناة وفعل الجرس ودوس على اللايك عشان تقدر تتابعني وتشوف الفيديوهات اللي جاية كتير. ما تقولش عليك اكتر. زي ما انتم شايفين بانت معانا في الفيديو عادي. طيب دلوقتي لو انا عايز اعلي صوت الفيديو، بنيجي دايسين على الفيديو ونيجي رايحين على علامة السماعة هنا، وهنا بقدر ان انا اتحكم في الصوت، اعلي براحتي واوطي براحتي. ادينا علينا الصوت ونيجي راجعين ونشغل الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتعلم طريقة عمل مونتاج ببرنامج زي ما انتم شايفين اهو. لو رجعت الصوت زي ما كان وسمعنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتعلم طريقة عمل زي ما انتم شايفين في فرق في الصوت. طيب لو انا دلوقتي عاوز اضيف موسيقى للفيديو، موسيقى مونتاج او موسيقى هادية كده تيجي تشتغل مع الفيديو، هنيجي رايحين على الصوت. بعدها بتختار الموسيقى اللي انت تشتغل عليها زي ما انتم شايفين اهو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب انا دلوقتي عايز اوطي صوت الموسيقى عشان كلام الفيديو يقدر يبقى واضح. هنيجي رايحين على الموسيقى، نيجي نازلين، لا عفوا اهي، نيجي رايحين على علامة السماعة هنا، وهنيجي موطين صوت بتاعة الموسيقى، وهنرجع تاني نشغل الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتعلم طريقة عمل مونتاج ببرنامج كينوماستر بطريقة سهلة جدا. لو انت لسه زي ما انتم شايفين اهو.
لو انت برضو حابب انك توطي الصوت او تعليه برضو براحتك عادي يعني. طيب لو في حتة في الفيديو مش عجباني مثلا وعاوز اوصلها، مثلا نفترض مثلا انها الحتة دي، هاجي عند البداية هنا كده واجي رايح على، واجي دايس على الفيديو، بعد كده اجي دايس على علامة المقص هنا ونختار تقسيم. بعد كده اجي عند النهاية بتاعة المقطع اللي انا عايز اقصه، مثلا نفترض ان هنا كده. بعد كده نيجي رايحين على علامة المقص هنا دي ونيجي دايسين على تقسيم، هيبدأ يدينا الحتة بتاعة الفيديو اللي انا عايز اقصها، هي الحتة دي اهي. بعد كده هنلاقي هنا، عفوا، هنلاقي هنا اهو السلة، هنيجي دايسين عليها هنلاقي اتمسحت معانا بالشكل ده. طيب لو انا دلوقتي حملت الفيديوهين عادي اهوتي، وعايز اجيب ده في الاول واخلي ده في الاخر، باجي دايس على الفيديو ده شوية واجي محركه واخليه في الاول عادي اهو، زي ما انتم شايفين يبدأ يحمل معانا. بعد ما حمل معانا زي ما انتم شايفين اهو، انا دلوقتي جبت اللي هو الفيديو التاني في الاول مكان الفيديو الاولاني، ورجعت الفيديو الاولاني مكان الفيديو التاني زي ما انتم شايفين اهو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب لو انا دلوقتي عايز اضيف نص للفيديو، هنيجي رايحين على طبقة وهنيجي دايسين على نص او حرف التي، وهاجي كاتب مثلا اي حاجة او اللي انت عايز تكتبه. انا مثلا هكتب العاب وهاجي دايس موافق. هنا اقدر اكبر واصغر الخط براحتي. طيب انا دلوقتي عايز اغير لون الخط، اجي نازل تحت كده الاقي كلمة اللون واختار اللون اللي انا عايزه، مثلا احمر، اسود، براحتك اللون اللي يعجبك، هنا في الوان كتير اهو. ونيجي بعد ما تختار اللون تيجي دايس على علامة الصح، هتلاقي اللون بتاع الخط اتغير. طيب انا دلوقتي عايز اعمل له ظل، اجي دايس على كلمة ظل وافعله. لو انت ملاحظ هتلاقي الظل بتاع النص بدأ يظهر معانا اهو. لو مش حابب انك تضيف ظل هتيجي لاغي التمكين عادي زي ما انت شايف اهوتي. تقدر انك تحرك النص براحتك في اي حتة في الفيديو، ماشي. طيب بعد ما بتخلص الفيديو عايز تحفظه عشان ينزلك على الاستوديو او المعرض بتاعك، هنيجي رايحين على العلامة اللي موجودة فوق دي وهنيجي دايسين عليها، هيبدأ يفتح معاك صفحة بالشكل ده. هنا دي الدقة بتاعت الفيديو، طبعا انت اي دقة براحتك تختارها، ماشي. هنا معدل الاطار براحتك برضو، معدل الاطار اللي يعجبك. وهنا دي تخليها تفعلها على الاخر او تعليها على الاخر. بعد كده تيجي دايس على حفظ الفيديو وهتلاقي الفيديو حمل معاك عادي من غير اي مشاكل ونزل على الاستوديو بتاع التليفون. كده نكون خلصنا شرح النهاردة. لو عجبك الفيديو بتاع النهاردة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس وتدوس على اللايك عشان تقدر تتابعني وتشوف الفيديوهات اللي جاية. اشوفكم في الفيديو الجاي، سلام.